بيان إلى رأي العام. نتيجة الحروب والنزاعات التي تحدث في أنحاء العالم، الأطفال هم ضحايا، بالأخص نتيجة الهجمات التي تشنها الدولة الاحتلال التركي على منطقة شمال الشرق سوريا، حيث راحت ضحايا تلك الهجمات الأطفال الصغار في السن، ومعظمه بنسبة 80% محرومين من حياتهم الطفولية، كأنهم يعيشون على أقصى أنواع الهجمات وتجاوزوا غيرهم بالتاريخ 10/10/2024. ونتيجة الشن، الدولة التركية هجومان على قرية طحنة الكبيرة بالريف المنبج استشهد الطفلين بعمر ما بين 5 أو 9 سنوات، وأصاب 3 آخرين. في الحادث ليس جديدة وإنما مستمرة على قبل تركي التي تستهدف المنطقة البرمنتاح. يوميا تتعرض المنطقة الهجمات وسط الصمت والدولة حيال ذلك. إننا باسم منظمة ستيك لحماية ومتابعة حقوق الأطفال باسم الأطفال شمال الشرق سوريا نناشد قوى الدولة للقيام بوجوه وفقا الاتفاقات والمعاهدات التي تم التوقيع عليها لحماية الأطفال والدفاع عن حقوق وقف الهجمات التي تتعرض لها منطقة الإقليم الشمال الشرق سوريا، ومنظمة ستيك لحماية ومتابعة حقوق الأطفال 12/10/2024.